واللي كنا نتمناو بانه بزاف ديال الحوايج يتصلحوا فيها قبل ما تصبح مدينه من الحياه الشخصيه ديالنا، قبل ما يتمثل على مستوى التدبير. ما نشوفوا لا دابا نديروا داكشي من بعد، لا تسنى عليهم شي شويه اللي ساكن، ولكن نلقاو لهم الحلول وما نكونوش عاطفيين. السلام عليكم. كنقدم احر تعازي لعائله ضحايا مدينه اسفي لكل المغاربه، لان هادشي ضرنا حنا كاملين. انا عندي ارتباط كبير بهذيك المدينه، الوالده ديالي من اسفي. مشيت لهذيك المدينه بزاف، شفت داك الناس، تعاشرت معاهم، عارفها مدينه اللي عندها بزاف ديال المشاكل، واللي كنا نتمناو بانه بزاف ديال الحوايج يتصلحوا فيها قبل ما تصبح مدينه منكوبه. نوليو ناديو انه الناس يتبرعوا بالدم، انه الناس يمشيو يعاونوا، انه فلوس يوصل لديك المدينه، وانه اجراءات تخف. احنا عندنا واحد العيب في المغرب اللي هو كبير ويقدر يتمثل في الحياه الشخصيه ديالنا قبل ما يتمثل على مستوى التدبير العام للامور. وهادشي ما كنحيدش منه راسي حتى انا. حنا عندنا مشكل مع التفاصيل، هذه ديتاي، التفاصيل ما كنعطيهمش الاهميه ديالهم. كيكون شي مسمار كيتزعزع كيقول لك كيف والو، كتكون شي دجاجه ما كطلعش مزيان كيقول لك كيف والو، شي جيب مقطع كيقول لك كيف والو، وزيد وسير وقضي وما يكونش فيك وسواس وما ديرش وما تفعلش. سي با بون دي بيرفيكسيونيست، لا لا شرب. شي ناس اللي كيديروا مراقبه، واي واحد كيدير شي خدمه خصوصا اللي كانت متعلقه بارواح الناس، حيت شي مرات ما كتعتبرش بانه ديك الخدمه ديالك تقدر تقتل عباد الله الا ما درتيهاش مزيان، ولكن راه كتكون العلاقه غير مباشره. وكنظن بانه اي واحد عنده شي خدمه خاص يكون فيه الوسواس القهري المتعلق بهذيك الخدمه، انه كل تفصيله من التفاصيل يجب احترامها، حيت شي كيجر شي. اليوم هادي كتزعزع شويه، اليوم هادي فيها الجو، اليوم هاد البني في هاد البلاصه يمكن فيها الشك، يمكن الوادي يعاود يدوز شي نهار. هادشي راه حشومه يبدا يوقع. المساله ما متعلقاش بعدد الضحايا، المساله متعلقه بانه المبدا يقول انه كل واحد الا دار خدمته مزيان ما غيكونوش ضحايا. شي يكون طاحت الطياره الاولى النهار الاول وقالوا كتاب الله وزادوا في حالهم، كل واحد يمشي يدير اللي بغا. كره باقي الطيارات كيطيحوا لدابا، وكره الطائرات ماشي هما امن وسيله نقل في العالم. خاصنا كل مره يوقع مشكل ندرسوا الاسباب، يكون عندنا كل حاجه البواط نوار ديالها ونقلبوا، والتفاصيل ما نساوهمش. راه تفصيله مور تفصيله مور تفصيله مور تفصيله كتوقع الفاجعه. مابقاوش نقولوا كي والو، لا دابا نشوفوا، لا دابا نديروا داكشي من بعد، لا تسنى عليهم شي شويه. اللي ساكن في شي بلاصه كتمثل خطر على حياته خاص الدوله تخرجوا وتلقى ليه الحل. وتا الجمهور ديال الانترنت مابقاش يقول لك لا وحقروا عليهم وداروا لهم وفعلوا لهم. راه هذيك طريقه باش كنعتقوا لهم حياتهم، ما كنهضرش على راسي، انا محمس. هذيك طريقه باش كنعتقوا الحياه ديال الناس واحد اخرين، ولكن نلقاو لهم الحلول وما نكونوش عاطفيين. تفاصيل مهمه جدا. الله يعاونكم.